شنو تقدر دير في سيمانه في تونس؟ شوفوا معايا الفيديو. الا عندك غير سيمانه وباغي تزور تونس، هذا احسن برنامج 7 ايام غادي يخليك تعيش تجربه زوينه من الاول حتى الاخر. اول نهار غتبدا الجوله ديالك في تونس العاصمه، غتمشي للمدينه العتيقه وتعيش الاجواء ديال المدينه القديمه، تزور جامع الزيتونه ومن بعد دير جوله في شارع الحبيب بورقيبه وتشرب قهوه بالليل. في النهار الثاني غادي دير جوله خفيفه على البحر والتاريخ، غتبدا بحلق الوادي ومن بعد تزور قرطاج ومن تما طلع لسيدي بوسعيد الزوينه بالالوان ديالها البيض والزرق، وختم نهارك في المرسى قدام البحر. النهار الثالث غتشد الطريق لسوسه باللواج، وملي توصل تمشى في سوسه، جلس في شي قهوه، دير البحر، استمتع بالاجواء بلا ستريس. وفي النهار الرابع غادي تزور القيروان التاريخيه والجم، ومن بعد منها دوز للمهديه وتستمتع بالبحر والهدوء، ورجع في العشيه بالتران لسوسه. في النهار الخامس غتشد طريق الحمامات، ملي توصل ارتاح، دير البحر ولا بيسين ولا غير شي جلسه هادئه وعيش الفايب ديال الحمامات. النهار السادس تمشى في المدينه العتيقه في الحمامات، زور قصبه الحمامات ومن بعد دير شي جلسه زوينه فيها سمين الحمامات. وفي النهار السابع غترجع لتونس تشري شي هدايا خفيفه ومن بعد تشد الطريق للمطار. بهذا البرنامج غادي تعيش تونس كامله في اسبوع، بحر، تاريخ، مدن زوينه واجواء ما كتنساش. صيفط هذا الفيديو لشي صاحبك وقول لي يلا نبدلوا الجو ونسافروا لتونس.